هناك مثال يقول: عندما تكون الأمور على حالها تسير فدعها كما هي، وعندما تنجح في شيء في مكان معين فلماذا التغيير من أجل التغيير؟ كأس العالم للأندية بالمغرب بين النسخة الماضية والحالية اختلف فيها كل شيء. من أجل الحديث عن هذا وجب عليكم ارتداء بدلة العوم، لأن الكلام قد يبحر بنا في مياه ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. مباراة كروس أزول المكسيكي وويسترن سيدني الأسترالي عرت كل أوراق التوت التي كانت تخبئ المستور حول ملعب منذ زمن طرح أكثر من علامة استفهام. قالوا إن ملعب الأمير مولاي عبد الله خضع للصيانة، وهل الصيانة هي الملعب الجديد؟ قالوا إن تكلفة الملعب ككل هي 20 مليون يورو، وأن العشب فيه نال من 20 قرابة المليون. أما النتيجة فهي كما كانت وكما رويت تهكما أو حسرة في صفحات المواقع الإلكترونية، دون نسيان سخرية ويسترن سيدني الأسترالي حول هذا الإبحار في ملعب فتح قبل ذلك لمباراة نهائي كأس العرش المغربي، وأسدل ستاره بعدها ليظهر بواقع مرير. إن العالم بالشيء يعرف أن بطولة ككأس العالم للأندية لا تنزل من السماء في تنظيمها، هي مجموعة حجوزات لفنادق وتنقلات جوية وبرية تثقل كاهل المنظمين المغاربة عندما تنقل المباريات إلى مراكش دون نسيان الجماهير التي قد تكابد لهذا. ليس هذا هو السؤال، لا، بل السؤال لماذا التغيير إن كانت مدينة أكادير ومراكش كانت في الموعد سلفا؟ لماذا والعالمون بالكرة تقنيا وليس تسييريا يعرفون أن أرضية ملعب الرباط لها من السوابق ما يكفي لعدم ترشيحها من بين الأفضل، خاصة إذا لم تحسب العواقب داخل بنك الحيطة والحذر؟ فكيف لملعب لا يتوفر على نظام شفط أن يتحمل كل تلك التساقطات، مع العلم أن كل نشرات أحوال الطقس بالمغرب كانت تنذر أهل الحل والعقد لأخذ الحيطة والحذر قبل تصدير صورة للمغرب كان في غنى عنها لما يملك من بنية تحتية جديدة؟